أنا كنت متحمسة صراحة، كنت أفكر بس متى ينفتح البوابة وأبدأ أنطلق وأسوي دوري. حبيبي فاطمة العامري ممكن من برا على الكل يشوفها فارسة وهجانة، وأنا لكن أشوف نفسي إنسانة كادحة في حياتي جدا. باي. الحين مشغولين قاعدين ياكلون. بنات نبى أداء أحسن من آخر لفة، تتذكرونها؟ فنبى أداء أحسن إن شاء الله، أنا متفائلة باليوم. يعني وأنا صغيرة حتى الخيل ما كنت أشوفها. ما كنت أعرف كيف شكل الخيل يعني بس في الصور. يلا الله يحفظكن إن شاء الله ويسلمكن. فسبحان الله يعني مجرد إن تجربتي إني أنا أبغى أجرب أركب دخلتني لعالم ثاني. فاطمة شخصية قوية وشعور الفخر هذا أهم شيء. أنا بديت على كبر يعني في مجال ركوب الخيل وبعدين الهجن، وهذا على فكرة أنا أحس إن هذه رسالة. سووا سوينج بنات، إن شاء الله تدرين أحس وصلنا لمرحلة إن عادي ما أخاف على البنات. برافو بنات. في بداياتي الرفض صراحة، الرفض أن أنا أكون من البنات اللي ينافسون مثلا أو يشاركون في سباقات القدرة والتحمل، بحكم يعني طريقة ركوبي بعد ما كانت لهناك، وفي نفس الوقت بعد كان وزني زايد، فالمجال هذا مطلوب لأخفه. بس في أشياء أخطاء بسيطة الحين قاعدين نعدلها. ما علينا، إحنا نمشي حبة حبة، ما نحب نطلع على طول. والله مشوا مسافة حلوة. المدربين مثلا يقولون إحنا نبى فلانة وفلانة فاطمة هيشيلوها. بس أنا هذا الشيء ما وقفني أبداً يعني، بالعكس أنا يوم حد يزامط علي أنا أزمط عليه. صراحة أنا ما كنت أتخيل قبل 5 سنوات بوصل هذه المرحلة، مش بس أركب، أنا مدربة. فوق الخيال الموضوع. الرفض هذا خلاني أتعرف على رياضة جديدة اسمها التريك رايد، والتريك رايد خلاني أوصل لأكبر إنجاز في حياتي، اللي هي الوقفة على الخيل أمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه في مسيرة القبائل. مجرد ما انفتحت البوابة الحمد لله سيري كان سيدة، مركزة دائما على المنصة اني بس ابى اوصلها عشان اشوف الشيخ، كان لابس كندورة رمادية غامقة او سوداء، كنت مميزة من بين الحضور. اول ما وصل الخيل رفعت ايدي اديت التحية، فرح والحماس اني انا شفت سيدي صاحب السمو اديت التحية ورد علي التحية. فالحمد لله الحمد لله كان شيء جدا رائع. كل شيء بالمثابرة والعزيمة الواحد يوصل. أخاف يروح فينا الحين. تبغى يروح؟ من ضمن الأمنيات إني أنا يكون عندي أنشأ مدرسة تخص رياضة ركوب الهجن تكون في أبو ظبي، وأستقبل فيها البنات وأحقق لهم اللي هم يبونه إن شاء الله بإذن الله. تشوف منهم بنات مو بس يشاركون ينافسون بعد في الميادين بإذن الله. بنات أنا ودي أرقص احتفالية يعني صراحة، إن إنجاز عظيم اللي سويته. كم لفة؟ 6 لفات. تبارك الرحمن، أنا ما حسيت فيهن ما شاء الله. تبارك الرحمن، أداء وايد حلو.